شراء العربي السعودية للاعب برازيلي بثمن باهظ خلق لدى الناس نقاشا مستفيضا، وفيه الكثير من الغضب الذي عبر عنه البعض، لكن ليس لأن السعودية أنفقت أموال كثيرة على لاعب برازيلي، بل فقط لأنه جاء إلى السعودية وهو يعلق صليبا في عنقه. يعني العقل الإسلامي لا يهمه تبذير المال العام. ما قدم للاعب البرازيلي من أموال ومن سيارات ومن مسابح ومن فيلات شيء خيالي لا يتصور، لكن كل هذا لا يزعج الناس. ما أزعجهم هو أنه يعلق صليبا. هم يعتقدوا أنهم يشترونه مسلما، يعني أنهم أدوا ثمن أن يجعلوه كما يريدون. المسلم لا يقبل أن يكون هناك من يخالفه في الدين، لأنه يعتقد بأن دينه هو الدين الوحيد الصحيح، وهذا مشكل تربية يوجد لدى المسلمين، أنهم يربون أبنائهم على كراهية الآخر واحتقاره لإن لم يكن مسلما. نيمار هذا اللاعب البرازيلي فرض نفسه على السعودية بمهاراته، بذكائه، بسيرته الكروية، وليس بصليبه، ولكن بما أنه مسيحي فيعلق صليبا مثلما لكل الديانات رموزها. لكن المسلمين غضبوا ولم يغضبوا للأموال التي تنفق في أمور تافهة. العربية السعودية عليها أن تكون لاعبيها السعوديين، أن تكون لاعبين جيدين، وليس أن تشتري بأثمان باهظة لاعبين أجانب. التحدي الحقيقي هو هذا. ولكن عندما تشتري لاعبا أجنبيا فعليها أن تعلم بأنها تشتري معه ثقافة، تشتري معه ماضي كروي ورياضي، تشتري معه مزاج وعقلية كذلك. ولأنه لا يوجد في العقد يعني المبرم مع اللاعب أن يخفي رموزه الدينية أو أن يعتنق دينا معينا. هذا أمور هذيانية يعني ينشغل بها هؤلاء الناس في هذه الخريطة الممتدة من شمال أفريقيا إلى الشرق الأوسط. عقولهم الصغيرة تجعلهم دائما يفكرون في الأمور الصغيرة وينسون الأمور الكبيرة. في بلدان شمال أفريقيا والشرق الأوسط يمكن لبدلة قصيرة لامرأة أن تثير تشنج كبير وصراع وتصادم، بينما نهب المال العام والسرقة الموصوفة في دواليب الدولة لا تحرك أحدا. بينما في بلدان العالم المتقدم القضايا الكبرى هي التي في الصدارة، وليس الأمور الشخصية. الأمور الشخصية تزعج المسلمين لأنهم تعودوا على التنميط، أنهم يربون بعضهم بعضا على النمط الواحد، فعندما يرون نموذجا مخالفا للنمط الذي تعودوا عليه يتشنجون ويغضبون. فعليهم أن ينتقلوا إلى مستوى التربية على الاختلاف وعلى الحق في الاختلاف، وهذا لا خيار لهم فيه إذا أرادوا أن يكونوا جزءا من العالم. هم يريدون أن يكونوا جزءا من العالم، ولكن في نفس الوقت لا يريدون أن يروا أي ثقافة تخالف ثقافتهم أو دينا يخالف معتقدهم. وهذا يدل على وجود عطب كبير في عقل المسلمين، ونحن في القرن 21، وقد آن الأوان أن يصححوا هذا العطب بأن ينفتحوا على العالم، ليس فقط كرويا أو بالرقص والغناء والمهرجانات، أن ينفتحوا علميا وأدبيا وفنيا ودينيا كذلك، وأن يفهموا العالم ويقبلوه بإيقاعاته المختلفة ومعتقداته المختلفة. وكلما ترقى شعب ما في مدارج الحضارة كلما ازداد قبولا للآخر، وكلما كان متخبطا في أوحال التخلف كلما كان معتدا بنفسه بطريقة تضخم، يعني تضخم الذات
والوهم. وهذا تضخم الذات والوهم ينبغي محاربتهما، لأنه لا يؤديان إلى أي رقي حضاري ولا إلى أي تقدم، بل على العكس من ذلك يجعل المسلمين دائما يناقشون قضايا صغرى في الوقت الذي يتجه فيه العالم نحو مستقبل يبدو لنا نحن مجهولا، ولكن بالنسبة لهم يبدو واضحا.